اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنعمل النهارده صينيه مشكله ولا صينيه حضرموت. صينيه مشكله من سجق ضاني الكفته حاجه كده اللهم بارك. شفتوا الصينيه دي مش هتلاقوها عند المطاعم نفسها، هتعمليها وباحترافيه باذن الله. سمي الله كده وصلي على سيدنا محمد وتعالي نشوف الجمال ده اتعمل ازاي. نص كيلو من الرز المصري العادي مغسول، وحطينا عليه خضرة مشكلة، وحطينا كمان جزرتين مبشورين، ملح وفلفل اسود وكمون. طب يا مكة ما حطيتش شطة ليه؟ لان انا حاطه في التسبيكه بتاعه الصلصه بصلتين وقرن شطه، وهتنزلي كده بالصلصه بعد ما اتسبكت على النار، هتنزلي عليها بالرز والخضره. عندنا بقى شوية ممبار من الآخر، ممبار ضاني مغسول ومنقوع، ويعني اللهم بارك مفيهوش أي حاجة زفرة خالص، لأنه مغسول ومتنشف ومنقوع وكل حاجة حلوة. هنجيبه هنحشيه. طبعا عندنا بقى السجق الضاني ده بتاع خروف حلو أوي 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 يا جماعة، حاجة كده اللهم بارك. هتعملي الصباع طويل كده وتقصي، تعملي الصباع طويل كده وتقصي. بعد كده عندنا بعد كده اللي هو الميه المغليه على النار، فيها منكهات بقى حلوه، فيها لورا وحبهان لو قرنفل، كل المنكهات بقى اللي عندك حطيها، اي حاجه منكهات بتحبيها حطيها. اوعي تنسي الفلفل الاسود والملح حطيه في الاخر. عملنا كده ولازم تبططيها كده يا جماعه، ما تحشاش قوي انت. عندنا بقى الميه المغليه اهي، حطينا فيها اللورا والحبهان والقرنفل والمستكه، وحطيتي فيها كمان اول ما تنزلي كده بالسجق هيتنفخ معاكي على طول. هتحطي الكميه كلها. هو اول ما بتبتدي تحطي السجق كده، هو الميه بتبتدي تقل في الغلو، في الغليان. وبعد كده يغلي غلوتين، وتوطي عليه النار من ربع ساعه لتلت ساعه، هيكون معاكي فوق الخيال. كده كانت سلق معايا واتظبط. هتجيبي بقى الصلصه بتاعتك وتحطي فيها زيت، شويه زيت محترمين كده يا جماعه عشان السجق ما يتلسعش معاكي. خلاص. بعد كده هتحمري السجق واحده واحده اهو، خلي بالك على ايدك. حطينا اهو الكميه اهي، نص ربع الكميه ربع الكميه ربع الكميه، متحطيش الكميات كلها. هنحمره وهيطلع بالشكل والجمال والحلاوه اللي انتوا شفتوها في اول الفيديو دي، حاجه كده اللهم بارك. عايزه بقى لايك وكومنت كده حلو، وعشان تشوفوا الحلويات دي اللهم بارك حلوه قوي. عملنا معاه كفته، حاجه كده اللهم بارك ما شاء الله لا قوه الا بالله. متنسوناش في اللايك وفي الشير وكومنت كده حلو منكم، وربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب. شوفوا من جوه والقلب عامل ازاي، شوفوا الجمال. بشكركم والسلام عليكم.